الهلال السعودي يعود بفوز ثمين من أرض إسفهان الإيراني. عاد الهلال السعودي بفوز ثمين 3 أهداف مقابل 1 من أرض إسفهان الإيراني اليوم الخميس في إطار ذهاب الدور الثامن النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر رمين رضائيان في الدقيقة 37، إلا أن الفريق الضيف أدرك التعادل بواسطة البرازيلي ملكوم في الدقيقة 57. وفي الوقت بدل الضائع أهدى كل من الصربي إلكسندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان الهلال هدفين منحاه فوزا غاليا. وشهدت المواجهة المثيرة طرد لاعب إسفهان محمد دانشكر في الدقيقة 76، وبذلك وضع الهلال قدمه في ربع نهائي لأبطال آسيا في القارة الصفراء. وتجرى مباراة الإياب في السعودية بين الهلال وإسفهان يوم 22 فبراير الحالي. ومن الناحية المقابلة، الاتحاد السعودي يفرض التعادل على نفبخور الأوزبكي، وهذا ما حدث في مواجهة بين الاتحاد السعودي والنفبخور الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. رغم وفرة الفرص التي تحطمت على أبواب الشباك، إلا أن الشباك لم تهتز، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف. تألق الفريقان بأداء قوي وتنظيم تكتيكي محكم، مما جعل اللقاء مثيرا ومتوترا في نفس الوقت. وبالرغم من تبادل الهجمات والفرص المتاحة لكلا الفريقين، لم تكن القوة الهجومية كافية لتحريك شباك الخصم. والآن تتجه الأنظار إلى مواجهة الإياب التي ستجمع بين الفريقين في السعودية، هناك حيث ستتحدد المعادلة النهائية وتحسم مصير أحدهما في الصعود إلى ربع نهائي بطولة أمجاد الكؤوس في القارة الصفراء. بالتأكيد ستكون المواجهة القادمة مليئة بالتحديات والمفاجآت، وسيسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة. ومع وجود الدعم الجماهيري والتحضير الجيد، يبدو أن المواجهة القادمة ستكون حاسمة ومليئة بالإثارة والتشويق. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.